انتوا عارفين بقى ان بني سويف خرجت عظماء التاريخ؟ مصر دايما ولادة بعظماء التاريخ، ولكن بني سويف كان ليها النصيب الأكبر من العظماء دول، وكان من ضمنهم مصطفى كامل باشا الغمراوي، وده أول من نادى بإنشاء الجامعة المصرية. مصطفى كامل باشا الغمراوي ده من مواليد محافظة بني سويف، ده مش بس كده، ده من أعيانها، واللي كان ليه بصمة كبيرة جدا في المحافظة، واللي أسس مسجد مصطفى باشا كامل الغمراوي في شارع أحمد عرابي. وأحمد زكي باشا ده واحد من مواليد محافظة بني سويف سنة 1867، ومعروف عنه إنه واحد من أعيان النهضة الأدبية. واللي بيحب الفنون التشكيلية أكيد هيعرف الفنان حلمي التوني، ده واحد من أبناء محافظة بني سويف اللي كان متخصص في التصوير الزيتي. أما بقى على الجانب السياسي فالدكتور بطرس غالي اللي كان وزير المالية من مواليد محافظة بني سويف سنة 1922، غير إنه كان بيشغل منصب الأمين العام السادس للأمم المتحدة. وعبد التواب يوسف ده واحد من أبناء محافظة بني سويف وروادها كمان، اللي حصل على بكالوريوس علوم السياسية. تفرغ يوسف عبد التواب لكتابة الأطفال سنة 1975، وأصبح من أبرز رواد أدب الطفل في الوطن العربي كله، وأطلق عليه القصاص، اللي كان بيروي قصص وحكايات للأطفال، ده غير رواياته اللي كان بيكتبها للأطفال. واللواء أحمد زكي عابدين ده واحد من مواليد محافظة بني سويف وأبنائها العظماء، اللي شغل منصب محافظ بني سويف سنة 2006، واللي كان ليه دور عظيم جدا وسياسي وقت توليه محافظ بني سويف. والإمام الأكبر أحمد عبد التواب الصفدي ده واحد من علماء الفقه الشافعي، اللي خلف مشيخة الأزهر بعد الشيخ حسن الأويسني، وكان دايما بيقيم الليل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وفي النهار كان دايما صائم، علشان كده كانوا بيسموه الإمام الصائم. والإمام البوصيري صاحب البردة النبوية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ده من مواليد محافظة بني سويف، وخصوصا قرية ضلاس، ومنها اتنقل لمسقط رأسه قرية أبو صير الملأ. والدكتور علي جمعة اللي شغل منصب مفتي الديار المصرية سنة 2003، مواليد قرية طنطا مركز ببني سويف. والدكتور محمد مختار جمعة اللي شغل منصب وزير الأوقاف سنة 2013. مش بقول لكم بني سويف ولادة بعظماء التاريخ؟ ده جزء من الشخصيات العظيمة اللي طلعت من محافظة بني سويف، وفي شخصيات تاني هنتكلم عنهم في حلقة تانية، لأن بني سويف أهلها دايما عظماء، ودايما سايبين أثر سياسي وثقافي واقتصادي وديني وتاريخي كمان.